كل يوم يلاقي خدوش على دراعه، لحد ما في يوم دخلت عليه والدته، لقيته قاعد قدام المراية بيتكلم بصوت مش صوته، كلام غريب بلغة محدش فاهمها. ولما نادت عليه لف بوش مختلف تماما كأنه شخص تاني. جابوا شيخ يقرأ عليه، وأول ما دخل الشيخ الأوضة وقف مصدوم وقال كلام مرعب: الولد مش لوحده، في كيان قديم ساكن جواه من قبل ما يتولد. الحكاية ما وقفتش عند كده، بدأت أحداث غريبة تحصل. في الليل كان بيسمع خطوات فوق السطح الفاضي، والمرايات في الأوضة بدأت تتشقق من غير سبب. كان بيصحى كل يوم يلاقي خدوش على دراعه. لو عجبتكم القصة دي ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة، وشاركوا معنا في الكومنتات تجاربكم مع الأماكن الغريبة اللي قابلتوها في حياتكم. وانتظروا المزيد من القصص المشوقة في الفيديوهات الجاية. سلام عليكم.